ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طاجن تورلي باللحمه في الفرن. من الاكلات اللي انا بشوفها سهله جدا، مش معقده، وكمان مفيده جدا. كلها خضار، نقدر نحط انواع خضار كتير بنحبها، مش في شرط اصناف معينه. التورلي بالذات دايما كل واحد كده بيبقى ليه تكته فيها، ليه وصفته بيعملها بطريقه معينه. انا النهارده هشارككم الطريقه اللي انا بحبها واللي انا دايما بعملها بيها. حاجات بسيطه كده بتوصلنا في النهايه لطعم جميل جدا. اللحمه دايبه جدا، بصوا ازاي. وكمان الخضار مستوي جدا، وكل حاجه محتفظه بشكلها. البطاطس دايبه جدا. لو اول مره تشوفوني، انا نهله سلامه. اتمنى تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو. يلا بينا على الوصفه. في حلة كده سخنة نزلت فيها مكعب زبدة أو معلقة سمنة زي ما تحبوا. حطيت مكعب زبدة ومعلقتين زيت، ولازم تبقى سخنة جامد. أنزل باللحمة بتاعتي علشان تاخد صدمة وتقفل المسام بتاعتها وما تنزلش مية. ده كان نص كيلو من اللحمة. رصيتها كده، أول ما تاخد صدمة ببدأ أقلبها على الناحية التانية. انا مش بكتفي ان اللحمة بس تاخد لون من الجنبين، انا دايما في اي حاجة بشوح فيها لحمة بحب ان هي تاخد لون احمر كده ومتحمرة شوية. بحط بقى من البهارات بتاعتي معلقة فلفل اسود، رشة كمون، ورشة كزبرة ناشفة، ورشة بهار، ومعايا ورقتين 3 من اللوري وحبيتين حبهان. نزلت بكل ده كده على اللحمة، كل ده وهي على النار. نار من متوسطة لعالية، مش واطية عشان اللحمة ما تنزلش مية. بعد كده معايا معلقة صغيرة توم مفروم. كل ده كده نقلب. هنا بقى هتشموا ريحة خطيرة كده. بصوا اللحمة اخدت طبقة حمرة كده ومتحمرة ازاي. معايا بصلة كبيرة مفرومة. انا بحب البصل يبقى مفروم، وفي ناس بتحبه يبقى متقطع جوليان، في ناس بتحبه متقطع مكعبات، زي ما تحبي مش هتفرق. نزلتها على اللحمة وكملت تشويح كده فيها لحد ما البصلة شايفين اتكرملت كده معايا ودبلت خالص. بعد كده كان معايا 4 طماطمات ضربتهم في الخلاط ونزلت بيهم على اللحمة. بديها تقليبة بالشكل ده كده، وبزودها كوباية مية سخنة. دايما اي حاجة في اللحمة عايزة تزوديها مية لازم تكون مية سخنة. قلبتها تقليبة وهغطي عليها واسيبها على النار لحد ما الطماطم تتسبك خالص. انا بحب الطماطم تكون متسبكة قوي، بتدي في النهاية طعم جميل جدا. بصوا كده بعد ما اتسبكت لونها بقى احمر وبقت حلوة جدا. اللحمة انا محتاجة توصل لسوى تقريبا 90%. انا بحب اللحمة تبقى مستوية جدا، فبسويها في المرحلة دي كويس جدا. نعرف منين؟ بصوا لما بتحطوا شوكة بنلاقي مسام اللحمة مفتحة من بعضها بالشكل ده كده. بعد كده بنجهزها الخضار اللي معايا بطاطس مقطعها مكعبات، بسلة بالجزر، وفلفل رومي اخضر. تقدري تحطي فاصوليا خضرة، تقدري تحطي الخضار اللي بتحبيه او تستغني عن اي نوع مش بتحبيه. نزلت بالخضار بتاعي كده على الخليط اللي انا عاملاه كله ونقلها، اديله تقليبة. هزوده شوية مية مش كتير بالشكل ده كده. بعد كده انا محضرة البايركس بتاعي، هبدأ انزل فيه الخليط كله. انا في الخطوة دي لما بتقابلني الحبهان او الورق اللوري بشيله على جنب عشان ما يظهرش معايا بعد كده في الاكل. ضروري السوائل بتاعتك تكون مغطية الخضار، بس مش اعلى من الخضار. يعني هنشوف دلوقتي هتلاقوا المية
اللي هي الطماطم في مستوى الخضار بتاعي عشان لما تدخل الفرن تستوى كويس. بصوا بالشكل ده كده، هي يدوب على سطح الخضار. بدخلها الفرن على الصاج كده بتاعة الفرن درجة حرارة عالية لحد ما الاقيها نشفت بالشكل ده كده. انا ما بحبش يكون فيها صوص كتير، بحبها كده تبقى ناشفة شوية، وبحب احمر اللحمة تحت الشواية. خطيرة، جربوها هتعجبكم جدا، حلوة قوي. تقدروا تقدموها مع رز مدسوس او رز بشعرية. انا قدمتها مع رز بالكاري والكركم، بحبه جدا. بصوا اللحمة دايبة والخضار. اتمنى الاكلة النهاردة تكون عجبتكم وتكون بسيطة وسهلة، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو، وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو جديد بعمله. باي باي.